يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بكل الأحبة في شهر الصيام والسلام والمحبة. رمضان رمضان رمضان، هل هلالك جيت نورت في كل مكان. رمضان رمضان رمضان، شهر الخير والقرآن والأحسان. ودايما يا أهلا بكل الشعوب في مصر اللي سحرة جميع القلوب وفيها لا يمكنها تشعر بغربة. يا أهلا وسهلا بكل الأحبة. رمضان رمضان يا رمضان، شهر مبارك مش عايزينه يعدي أوقات. رمضان رمضان رمضان، شهر كريم وبنستناه من عام للعام. فرصة بتيجي مع رمضان، نبدأ صفحة صوم وعبادة ليل ويا نهار. رمضان على طول دايما مشهور بزبادي وفول على السحور، وخشاف وتمر ساعة الفطار. رمضان رمضان رمضان، هل هلالك جيت نورت في كل مكان. Hello, I'm Olga. I'm from Poland, but I live in Germany, in Berlin. I have studied classical archaeology, so I love history, and I enjoy being in Cairo now for the first time. Egyptian people are so friendly, so every time we don't know where to go, we can ask, and they help us, and they don't know, they don't want anything for the help, and so we feel very safe here. I love Egyptian. We love Egyptian food. This is so nice because we in Poland don't have so many spices, and here for us it's like explosion of senses. So we love Egyptian food. These baked beans and hummus and like everything. So yesterday we were to eat koshari. It was so great. Ramadan. Well, I don't know so much about Ramadan, but I live in Berlin in Kreuzberg, where many Muslims live. Many from the Turkey, but also many Arabic people, and I have neighbors who are Arabic. So after Ramadan, they bring us baklava, and so we love it because I love food and Egyptian. So Ramadan is where you where you waiting for something to happen, and you don't eat when it's daylight, and after daylight you can eat. Even my friend was studying in Malaysia. It was also an Islamic. فكرني بحاجات
مجموعة قلاوون تعتبر واحدة من ضمن أشهر المزارات السياحية في شارع المعز. شارع المعز اللي يعتبر أكبر متحف إسلامي في العالم، أكبر متحف مفتوح للآثار والعمارة الإسلامية في العالم. حرفيا بيمثل عظمة الحضارة الإسلامية في مصر من القرن العاشر لحد القرن ال19. هي اتسمت بمجموعة قلاوون نسبة لخامس أو سادس سلاطين دولة المماليك البحرية السلطان سيف الدين قلاوون. قصة بنائه للمجموعة دي يروى يعني إن هو كان موجود في بلاد الشام وأصابه مرض معين، فتعالج في بيمارستان السلطان نور الدين، فندر إن هو لو ربنا يعني اداله حكم مصر هيبني بيمارستان يخدم بيه أهل مصر. وبالفعل لما قلاوون مسك الحكم بنى البيمارستان، وبعد كده ألحق بيه المدرسة والمسجد اللي احنا موجودين فيهم دلوقتي، وبنى لنفسه قبة ضريحية واللي هي تعتبر تاني أجمل قبة ضريحية في العالم بعد تاج محل في الهند. المدرسة اللي احنا واقفين فيها دلوقتي دي احنا يعني تحديدا احنا حاليا في منطقة المحراب بتاعها. كان التعليم فيها بالمجان بنسبة 100%، مش كمان التعليم بالمجان، ده كان الطالب بياخد مرتب شهري، وكان بيوفروا له سكن زي ما هو موجود قدامنا شوية، في مساكن للعلماء اللي كانوا بيدرسوا، وكان في برضو مساكن للطلبة. بياخد كسوة في الصيف والشتاء. غير كده وكده كان بيقدموا لهم حاجة يومية اسمها الجراية، اللي هو كان بيقدموا لهم 3 وجبات في اليوم. فكان الطالب حرفيا ما بيعملش حاجة غير انه بيدرس وبس. كمان الفلوس اللي هو كان بياخدها كان بيحوشها، لانه ما فيش اي مجال ان هو يصرفها اصلا الا لو في حاجة خارجية. نتكلم عن الحاجة الاهم اللي احنا محتاجين نتكلم عنها بعد القبة الضريحية، هو البيمارستان. بيمارستان دي كلمة فارسية مكونة من بيمار يعني شفا، وستان يعني دار، فهي كلها على بعض دار الشفا. حتى لو نفتكر أهالينا زمان كانوا يقول على البيمارستان أو يقول لك كلمة مورستان، هي مورستان دي تحريف للبيمارستان. البيمارستان في بداية نشأته في الدولة الإسلامية كان بيعالج الأمراض النفسية، وللأسف في الوقت ده كان في أوروبا اللي كانوا بيبقوا مصابين بأي مرض عقلي أو نفسي كان بيتم إعدامهم. لكن من سماحتنا ومن سماحة الدين الإسلامي إحنا كنا بنعمل لهم مستشفيات خاصة بيهم عشان نعالجهم فيها. هي دي حقوق الإنسان اللي كانت الحضارة الإسلامية بتكفلها لكل البشر. حتى لو إحنا بصينا على الآثار الإسلامية عموما هنلاقي في بيوت عملها مثلا السلطان الظاهر بيبرس للحيوانات الضالة في الشوارع، للقطط والكلاب اللي كانت بتصيبها إعاقات. فهي حتى سماحة المسلمين ما كانتش موجودة مع البني آدمين بس، ده حتى امتدت للحيوانات. دي عندنا من أكتر من 1000 سنة، ولحد دلوقتي البيمارستان لسه يعني شغال، أو مستشفى اللي معروف دلوقتي عند أهل المنطقة باسمه مستشفى قلاوون لسه شغال لحد دلوقتي في تخصصات الرمد والأسنان، ولسه باسم السلطان. يعني هو يعتبر صدقة جارية على روح السلطان قلاوون بقاله حوالي 800 سنة لحد دلوقتي. ده جزء من المدرسة. العلاج في البيمارستان كان بيكون العلاج بالموسيقى والمياه الكبريتية والقرآن وبعض الأعشاب اللي بتساعد على علاج الأمراض النفسية. المكان اتعرض طبعا لأكتر من زلزال، زي زلزال سنة 1321 واللي تسبب بدمار جزء كبير جدا منه، وبعد كده تم عمل ترميمات للمكان في عهد الخديوي عباس حلمي وتم افتتاحه سنة 1908. طبعا كان بجهود لجنة حفظ الآثار العربية اللي هي حاليا تعتبر بقت وزارة الآثار. لو احنا داخلين المدرسة من ناحية الممر اللي من عند البيمارستان، هيبقى أول ما ندخل في صحن المدرسة على يميننا بالظبط هيبقى في الرواق الخاص بالمذهب الشافعي، على شمالنا هيبقى في مساكن المدرسين، فوقيها هيبقى في مساكن الطلبة. أقصى اليمين هيبقى في الرواق الخاص بتدريس المذهب المالكي، وفي رواق القبلة أو المحراب اللي احنا موجودين فيه حاليا هيبقى لتدريس المذهب الحنفي والمالكي. مجموعة قلاوون بتقع في المنطقة المعروفة باسم بين القصرين. ليه بين القصرين؟ عشان كانت فيها بتضم القصر الشرقي والقصر الغربي. احنا حاليا في جزئية القصر الغربي اللي كان بيتبع للعزيز بالله الخليفة الفاطمي العزيز بالله، تحديدا في قاعة ست الملك كان خدها السلطان سيف الدين قلاوون علشان يضمها للمسجد والبيمارستان اللي هو أنشأهم. أول ما بندخل مجموعة قلاوون بيبقى قدامنا المدخل الرئيسي واللي كانوا بيستخدموه زمان المماليك أو نوبات الحراسة إن هم يقعدوا فيه. بعد كده هيكون في سلم على يميننا هنطلع عليه نوصل للقبة الضريحية، هنبقى داخل الضريح. بعد كده هنتمشى يمين شوية شمال شوية هنبقى في القاعة الملحقة بالضريح. بعد كده هتطلعنا على قاعة تانية فيها مجسم للمكان كله حاليا. بعد كده هندخل ممر شمال، هيبقى على يميننا البيمارستان، هنكمل فيه على طول في شمال
هنبقى هنلاقي نفسنا وصلنا للصحن الخاص بالمدرسة. أول ما ندخل الصحن هيبقى على شمالنا مساكن الطلبة، هيبقى على شمالنا المساكن الخاصة بالمدرسين، فوقيها بالظبط هيبقى مساكن الطلبة. على يميننا بالظبط أول ما ندخل صحن المدرسة هيكون في الرواق الخاص بالمذهب الشافعي. أقصى اليمين، الرواق اللي على أقصى اليمين هيبقى في الرواق الخاص بتدريس المذهب الحنبلي. في رواق القبلة أو المحراب اللي احنا موجودين فيه ده هيكون المالكي والحنفي. في وسط الصحن موجود فسقية، بس يعني هي ما بقتش شغالة حاليا، دي كانت تعتبر من أجمل الفسقيات اللي موجودة في العالم. هي بالظبط زيها زي الفسقية اللي موجودة في قصر الحمراء في الأندلس أو أسبانيا حاليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ماهرة بنت نور الدين من ماليزيا، أسكن في حي السابع وأدرس في جامعة أزهر. لكن أنا زرت في مصر أولا جبل سيناء وهرقادة وفيوم. رمضان في مصر مختلفة في البلاد، لأن في هنا نحن نأكل الطعام مع الشعب المصري، ونأكل الطعام المصري مثل فلافل، طعمية وطاجين، أرز بلبن. هذا لا يوجد في بلادي، ولكن في المصري يوجد، وهي لذة جدا. كل يوم أذهب إلى مسجد المختلف وأنا أشعر بسعادة، لأن كل المسجد يوجد مختلفة في الصوت. الإمام جميل في نقرأ كل سورة من القرآن الكريم أو ربع جزء في ركعة أولى أم ثانية، وأنا أشعر لأن في البلاد ليس مثل هذا. رمضان كريم. يا شرقي وغربي وعربي وأوروبي، حشيلك في عيني وحطك في قلبي، ونركب كاريتا تاخدنا في جولة، واسيبك تعيش حاجات ما تلاقيش مثلها في حتة ولا في أي دولة. ويجري النهار وبعد انتظار في مدفع يقولك ميعاد الفطار، يلم الحبايب وعالم كتار، هتعشق فطارنا وتعشق سهرنا، وتمشي في قلب الشوارع مخايف، وتاكل كنافة وحبة قطايف، وفول على السحور، ونصحى نزور مساجد كنايس معابد قصور. تعالى ورمضان وعيش الطقوس، وافرح ودندن وامسك فانوس. حياتنا جميلة وبسيطة ما صعبة، يا أهلا وسهلا بكل الأحبة. ونورت مصر. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن. الشمعة بتكبر في فانوس أخضر، رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحان. رمضان فرحة شجرة وطرحة، اديني بلح بيتك عمران بيعيش رمضان. اصحى يا نايم ربك دايم، تسحر بركة وخير للصايم. الشمعة بتكبر في فانوس أخضر، رمضان